and welcome to my YouTube channel. انا خلاص هبقى consistent على اليوتيوب، اوعدكم ان انا بحب الرغي جدا، فقلت لا انا لازم ابتدي يوتيوب. طبعا اعذروا ان انا المايك مش معايا عشان محمد سرقه مني في دبي، بس زي ما انتم عارفين انا كنت في دبي بقالي 25 يوم ولسه راجعه، ولقيت اوضتي تحفه، وكل الاوضه والكرياتيفيتي بتاعت الاوضه تتلخص في مامتي، لان هي حرفيا she designed الاوضه في تريك معينه قوي، هي اللي she changed the whole game for me. الاول هاخدكم روم تور معايا. هنا ده هيبقى دولاب الميك اب والبرفيومز وكل حاجه، عشان اقدر اورجنايز الحاجه انا بصور لكم يبقى ورايا الدولاب ده. يعني متخيلين الموضوع معايا ولا لسه you didn't get it؟ خلوني الاول هاخدكم معايا في الاوضه، بس ما علينا من البهدله، بس كده هنوضب عشان انا لسه راجعه بقالي يومين. احنا كده دخلنا من الباب، جنبنا الجزامه دي انا هشيلها كلها. خش هنا، انا قلت لكم الدنيا مبهدله، انا لسه راجعه من السفر. هنا دي شكل التسريحه، بس انا هحتاج اظبط فيها كام حاجه. انا مش عجباني الادراج دي، وانا ما قلتلوش على الادراج دي، فهنحتاج نظبطها. الادراج اللي هناك دي هتتصلح لسه، وفي دراج زيها هنا. حطينا السرير هناك. نيجي بقى للخدعه اللي مامتي عملتها. زي ما انتوا شايفين ده دولاب الميك اب اللي بقول لكم عليه، وده دولابي القديم اللي انتوا عارفينه. كتر ما الحاجات ما كانش ليها مكان، انا ابتديت احطها في الاماكن اللي انا كنت عاملاها للشنط والجزم. بجد انا لولا مامتي كان زماني اتسوحت، لان انا كنت عايزه اعمل الاوضه بتاعتي عادي داير ما يدور دواليب، فاهمين قصدي؟ يعني كنت هسيب الاريا اللي في النص كلها فاضيه ان انا اتمشى فيها، بس هي فكرت في حاجه. تعالوا اوريكم. لي ندى ليه ما يبقاش ده اوضتك عادي جدا، بس تعملي walk in closet. اللي ورا ده هناك زي ما انتوا شايفين ده دولاب هنشوفه من جوه، ويعتبر دولاب دبل فيس، مش كده؟ walk in closet. طبعا الحاجات مش متروقه، فبغض النظر عن المنظر، بس كل ده walk in closet. جوه هتلاقوا دولاب مملي حاجات، وتفضلوا ماشيين. عملته كله شماعات عشان اقدر اعلق حاجات، لان انا بحب الحاجات متعلقه اكتر. ويعني بصوا فكرتها عظيمه حرف. لو يديني درس في حاجه، ان مامتي دايما عندها افكار ودايما بتفكر صح، وطبعا شكرا ليها، لان هي اللي استلمت الدواليب وانا مسافره، هي اللي دفعت، هي اللي كانت الكرياتيفيتي اراوند الموضوع كله. هي حتى حطت التسريحه، انا كنت عايزاها بطريقه معينه، كنت عايزاها قدام السرير والسرير يبقى هنا. حاجات كتير قوي هي اللي فكرت، وهي اللي ادتني المساحه الكبيره دي في الاوضه. طبعا احنا هنبتدي على ابيسودز كتير قوي، عشان ان انا اوضب الاوضه دي كلها هنحتاج ايام، عشان الحاجات كلها انا مش عارفه انا حطيت ايه فين في دراج، في حاجات ما كانش عندي اماكن خالص، كنت ببهوأ الدنيا. فهنبتدي اول حاجه، هنعمل التسريحه من فوق النهارده. ولو قدرت هكمل. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا رصيت البرفيومز اللي عندي، طبعا مش كلها، بس رصيت حبه منها، والباقي بقى هيبقوا على التسريحه، فهرصهم هناك، واحتمال برضو ان انا ارصهم هنا، لان يبقى مديني مساحه، لان انا بحب البرفيومز جدا، فعندي برفيومز كتير، وانا I'm obsessed بالبرفيومز، وطول حياتي عمري ما بزهق من البرفيومز. طبعا التسريحه متبهدله بجد. انا كان نفسي يبقى معايا المايك يبقى اسهل لكم واسهل لي، وكان نفسي اجيب الكاميرا، بس ما لقيتش الكاميرا اللي انا عايزاها وانا في دبي. بس ده منظر التسريحه حاليا، لان انا لسه فاتحه الشنط. عملت انباكينج للحاجات اللي كنت واخداها معايا وانا مسافره، اضطر ان احنا نفتحها. وجبت المرايه دي وانا في دبي، عجبتني. حسيت ان المرايه الكبيره دي هحتاج مرايه صغيره تبقى اقرب لي. وعلى فكره انا عندي مشاكل قوي في الاوضه. واحد، تخانه المرايه دي مش عجباني، انا ما كنتش عايزه المرايه دي اساسا، كنت عايزاها لد، بس هو النجار عمل اللي في دماغه، بس انا كلمته وهيجي يعدلها لي. ما قلت لكم ادراج التسريحه مش عجباني قوي. تشوفوا معايا هنا الدرج ده فيه مساحه كبيره قوي قوي ما بينه وما بين الرف، فانا مش عاجبني الموضوع ده خالص، وانا عندي OCD، وما صدقت ان انا عملت الاوضه، فمعناها ان الاوضه هتبقى organized اكتر، فهبقى مبسوطه. طبعا انا ما كنتش مرتاحه خالص، والاوضه بتاعتي مش organized خالص، وانا OCD، فكنت بحارب الOCD بتاعي ان انا ما عنديش حاجه احط فيها الحاجات. فاهمين قصدي؟ انا مش عارفه ابدا منين، حاسه ان هبقى a big mess دلوقتي، بالذات ان شنط الميك اب اللي انا كنت واخداها والسكين كير they are a lot. انا مامي حطت لي في الادراج شويه حاجات كده مكركبه، نظارات على مقلمه على علب على هاد باندز. محتاجه ايام، انا محتاجه حاطه لنفسي استيميتد اسبوع، وبغض النظر عن شعري عشان انتوا عارفين ان انا عملت تريتمنت، فبحاول بجد ان انا اسيب شعري ما اعملوش as much as I can.
قررت ان انا هبدا يوتيوب عشان انا انسانه رغايه، عايزه اخدكم معايا في كل حاجه وعايزه ارغي معاكم، وانا ما عنديش صحاب، يعني لمعلوماتكم انا ما عنديش صحاب خالص. ف يعني دي حاجه بتاثر فيا، بس هو محمد اللي في حياتي والحمد لله I'm blessed with him. انا قررت اخد دي بتاعت سيلف ذا براند وهحط فيها كل الميك اب وابتدي organize it من اول وجديد. اول شنطه ودي برضو كانت من سيلف ذا براند، I love them. برضو البورنوس سيلف ذا براند I adore them. دي كل الحاجات اللي انا كنت واخداها معايا وانا مسافره، مع اني ما بستخدمهمش كلهم، ونفسي اقتنع ان ندى you don't need that much of makeup while you're traveling لان انت ما بتستخدميهمش كلهم اساسا. هنا ده السكين كير الجديد اللي انا كنت جبته وانا مسافره. ميك اب باوتش دي انا عارفه هي ايه، هي فرش الميك اب فمش هفتحها دلوقتي. accessories برضو مش هفتحهم دلوقتي، بس في منهم ميك اب اير برش فلولس فلتر، كوسا ستيب لاينر، ماسكارا، لاش كيرلر. سي مهمه صعبه الا وهي الاورجنايزرز. دي عندي واحده من دي اللي هي فيها دراج من فوق، وعندي برضو واحده تانية زيها. دول بقوا ميكس حرفيا ميك اب وسكين كير، يعني ما بقيتوش تعرفوا ايه فين، فاهمين قصدي؟ هنشيل كل السكين كير اللي انا حطاه. محتاره ايه اللي احطه في الادراج، بالذات ان انا لسه ما جبتش اورجنايزرز وهو كمان عامل لي الادراج تخينه قوي، ف I don't know. بس ممكن نحط في اول درج الفاونديشنز. مامي حاطه لي اللايتس بتاعتي وحاجات كتير قوي في الدرج. الفاونديشنز مع اني ما عنديش فاونديشنز كتير عشان انا بكره الفاونديشنز، بحاول ارصهم عشان هما طوال فبيبقوا بيترصوا بسهوله جدا. اقول لكم ريفيو على معظم الحاجات اللي انا عندي وانا برتب الالف. ده من احلى الحاجات اللي ممكن تجيبوها، بستخدمه اصلا بديل للفاونديشن. رايس تونر جبت 2 من حبي لألف. انا عندي شيد تانية وكان عندي شيد تالتة بس اتكسرت للاسف. فكر في حاجة ان انا احط الكونسيلرز برضو مع الفاونديشن، الاتنين اللي هما بكوركت، ودول بتوع تارت. لاف تارت كونسيلرز بطريقة انتم مش فاهمينها. الدروب كبيرة قوي ممكن تاخد ميك اب كتير قوي، فالحمد لله. بس طبعا كل ده انا محتاجة اورجنايزرز عشان تورجنايز الحاجة. قررت قرار ممكن الادراج اللي على اليمين تبقى سكين كير والادراج اللي على الشمال ميك اب. هنا في سكين كير برودكتس اهي اوريدي، فهنحطهم هنا زي ما هم. لما انزل الفيديو ده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس هل انتوا سامعيني ولا اعمل ايه طيب، عشان المايك مش معايا للاسف. وقف تصوير فيديوز لحد ما يرجع لي المايك ولا اعمل ايه. كلينيك انا بحب حاجتهم جدا، دايما بجيبها بديها لمامي. she's an iconic woman بطريقه مش طبيعيه. بحط البرايمر، فاونديشن، كونسيلر، لوز باودرز. شي جلام البيربل فظيعه زي بتاعت هدى بيوتي، يعني حلوه قوي قوي. دي الكومباكت باودر بتاعت شارلوت تيلبري بحبها قوي. عشان ننجز لازم نوضب من غير ما ندي ريفيوز I think. bronzing drops drunk elephant عادية for me. concealers هدى بيوتي I love you. هدى بيوتي loose powders تاني عندي كده 4 منها. جلام برضو loose powder. لورا ميرسي loose powder my least favorite honestly. و Airspun دي كانت أول loose powder استخدمتها في حياتي ف I'm saving it. L'Oreal Infallible Foundation ما كنتش بحبه زمان بس دلوقتي I'm obsessed with it. والتير تير فاونديشن. برايمرز شي جلام جبتهم بس عمري ما جربتهم، فلو عايزين نجربهم قولوا لي. هدى بيوتي كومباكت باودر، شي جلام البريس فاونديشن، وجوفياس لوز باودر. مش عارفه احطهم بترتيب غير لما اجيب اورجنايزرز، بس اتليست ابقى عارفه ايه فين في الدروج. Urban Decay فاونديشن ما بحبتوش. عشان ما تزهقوش انا هخلص الدرج الاولاني واوريكم شكله. طبعا مش هيبقى احلى حاجه بس قبل ما اجيب الاورجنايزر. انا برتب خلصت الدرج الاولاني، حطيت فيه الفاونديشن، البرايمرز، السيتنج سبرايز، هي حاجات الوش. اوكي انا قررت ان انا كنت هحط الليكويد بلاشرز في الدرج التاني، فقررت ان انا ممكن احطه في الدرج اللي هو بيبقى قدامي على طول. اللي هو البلاشرز دي حاجه انا ما بقدرش استغنى عنها اصلا في يومي، فلازم تكون قدامي. بلاشرز هدى بيوتي I love them. made by Mitchell بلاشر حلوة قوي. Too Faced tint، Benefit tint، Say blusher، Rare Beauty blusher. قررت ان الليب لاينرز برضو هيتحطوا جنبهم، بس مشكلة عندي ليب لاينرز كتير قوي برضو كل ده في الدرج، فهنحاول نحطهم على بعض من غير ما يقعوا hopefully. عايزة اديكلاتر الليب لاينرز اللي انا مش هستخدمها عشان الشيد بتاعتها او الفورمولا whatever. يعني الموضوع محتاج decluttering بس for now هنرتب زي ما هم. هنا دي كلها tint blushers وهايلايترز. بصوا يا جماعه بجد الموضوع صعب ومحتاج energy قويه، وانا I don't have that energy بس I have to.
عشان احس براحه واحس بفرق في اوضتي. highlighters من Diamond Soul. it's an Egyptian brand. اوف تحفه تحفه. it's a powder highlighter. محتاجه حد زيي يوضب معايا، يعني حد يكون فاهم دماغي، فاهمين قصدي؟ موضوع صعب. هحط الكونتور والهايلايتر عشان I have a lot of things. هنحط مثلا ده البلاشر بتاع باتريك تا. قلتلكوا I have a lot of things everywhere. لسه جايباهم من الدروج اللي هناك. تو فيست بموت فيهم، حاجتهم بجد حلوه قوي. هايلايترز فانتي بيوتي وافرا one of my favorites. انا من كتر ما الحاجه عندي مبهدله انا ناسيه ان انا عندي حاجات، يعني انتوا متخيلين ممكن ارجع اريبيرتشيز حاجات ما هي عندي. لا الموضوع كارثي، انتوا مش فاهمين obsessed بالميك اب باستفزاز ازاي. مامتي تقعد تقول لمحمد ربنا معاك ربنا معاك، هي مريضه. بصوا هايلايتر رير بيوتي اتكسر، انا ده كان one of my favorite highlighters. نفسي ابطل الادمان ده بس انا عمري ما هقدر، وانا I know myself quite well. عمري ما هقدر ابطل احب الميك اب والسكين كير، لان الجول لميك اب حلو فلولس رهيب فظيع هو السكين كير. طول ما انتم محافظين على السكين كير بتاعكم الميك اب بتاعكم هيطلع فلولس. شارلوت تيلبري I love you، بس انتي الباكجينج بتاعتك بتبهدل قوي. I wish ان هي تغيرها لان it's a mess. هخلص وارجع لكم عشان انا مشتته. بصوا بقى في الحته دي قررت ان انا احط فيها السكين كير اللي انا لسه ما استخدمتوش خالص عشان اقدر اورجنايز them بشكل لذوذ، فاهمين قصدي؟ اقولها لكم مستحيل ان يكون مفروض ان في بنت عندها كل الحاجات دي عشان ما تحسوش بس ان انتوا عشان ما عندكوش كل الحاجات دي فانتوا بشرتكم مش كويسه. الكلام ده كله ده انا طورت، ده مش حقيقي. getting closer to what I want. حاجه بتقع الحاجه بتقع. المرحله الجايه هرتب الحاجه باي براندز، يعني مثلا ابيب لوحده، ميكسون، كازراكس، سان باي مي، الحاجات دي. حاجات ببقى جايبه منها ريستوك فهحطها وراها عشان تعرفوا ان انا ما كنتش شايفه حاجتي. انا ما كنتش متوقعه ان انا عندي كل ده سنتيلا. ده بالادراج دي هو جيلكوا عشان ما نتاخرش. بصوا انا عملت حاجات كتير قوي. هنا حطيت الحاجات اللي بعلبها، وهنا حطيت السكين كير برودكتس. طبعا لسه ما كملتش، هكمل لسه. انا هاخدكم في الحته التانية. It's messy until now، يعني until further notice. عندنا هنا البودي كير برودكت كلها. اوبس. هنا عندنا البودي سبلاشز كلهم. هنا عندنا الشاور جel، هنا البودي كريمز والهاند كريمز، البودي اويل، البودي باترز كلها هنا، وهنا كلها الديودرنس وكل حاجه. بقى حطيت الهير اويلز، الهير ماسكس، الشامبو، الكونديشنر، عشان انا واحده بحاول اهتم بشعري. انا جبت واحد تاني عشان ما كنتش لاقيه بتاعي واخيرا لقيته. عرفتوا ليه كان لازم اعمل الاوضه؟ طلعت كارثه دلوقتي وانا بحط الحاجه الدرج وقع، الخشبه دي وقعت منه، مش فاهمه المفروض اعمل ايه الحقيقه. يعني بصوا ننقلهم في الدرج التاني. مش هينفع ننقل الحاجه لان دول اطوالهم مش تنفع تحط هنا. هنكمل بقيه الحاجه وربنا يستر عشان الحاجه كلها لو وقعت انا هتضايق قوي. اخر حاجه عشان موضوع الدرج اللي بيقع ده خنقني. اخر حاجات ونكمل الحلقه الجايه عشان انا فرهطت. شعري كيرلي مش ناوي ترجع. شعري I love you come back. ده الفاينل ريزولت. هنا حطيت البرفيومز زي ما انتوا عارفين. هنا البودي سبلاشز، الهاند كريمز، البودي كريمز، البودي باترز، الديودرنس. وهنا حطيت السكين كير اللي لسه بعلبه. هنا الحاجات العلب العريضه. هنا حطيت السكين كير بتاعي. وهنا حطيت الهير ماسكس زي ما انتوا شايفين. اوكي الدرج ده بس لسه هكمله. وهنا حطيت الهير اويلز على اليمين، وعلى الشمال برضو في شوية سبرايز وشامبو، كونديشنر، هير ماسكس من نفس اللي هو الباكجينج دي فحطها هنا. بس لسه ما خلصناش بس انا اتخنقت. كده خلصنا اول ابيسود. يا دوب كل اللي عملته ان انا رصيت شويه حاجات هنا until further notice as usual. حياتي مش تمام. قلل لي عدد السكان. بالنسبه للتسريحه هي it's a lot of mess، بس هنحاول ان احنا نهيئها للحياه. طبعا الاوضه كلها زريبه and I don't know how will I manage ان انا اجهز بكره وانا عندي event. بس تمام بس هديكم نبذه سريعه. تسريحه دلوقتي it's a mess. اشوفكم في الابيسود الجايه وادوني اي اقتراحات. لو انتوا شايفين ايه ممكن يتحط هنا، ايه ممكن يتحط هناك، ادوني اقتراحات لان انا بجد
انا مش عارفه افكر دلوقتي خنوقه قوي. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لي سبسكرايب على يوتيوب channel، تعملوا لي فولو على انستغرام وتيك توك. love you. باي من كوشة.